جاني دو درواني نقول لك ابن عمي شكون مش عامين جاو هذوما اللي يروح للفوتبال يروح منا يروح منا يروح. السلام عليكم. انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بعد سماع أن المنتخب المغربي سيلعب مباراة ودية يوم الخميس على أحد ملاعب التي ستقام فيها منافسات كأس إفريقيا بالكوتيفوار. لنشاهد التفاصيل، ولكن عزيزي المشاهد قبل الخوض في التفاصيل لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب للتوصل بكل جديد. افريقيا، ونبدا بالمنتخبات العربيه. المنتخب المغربي واحد من المرشحين للفوز بكاس افريقيا، يشد الرحال الى كوت ديفوار، اول منتخب وصل. نعم، وسيلعب يا ميدو، هذه النقطه نقطه استفهام كبيره، سيلعب على واحدة من الأرضيات الستة التي ستحتضن المباريات الرسمية. نعلم جيدا بأن كل منتخب لديه الحق في إجراء حصة تدريبية واحدة فقط على أرضية الملعب الرئيسي قبل المباراة. المنتخب المغربي سيستفيد من إجراء مباراة ودية كاملة على ملعب رسمي. كيف حدث هذا ولماذا عميتو؟ بصحتهم يسون فوق في لاكاف، يسون فوق في لاكاف وفي ليكوليس اليوم بصحتهم. احنا ما نقدروش نروحوا نحسدوهم، لا بصح كونترير. انا بالنسبه لي فريمون بصحتهم، لانهم تمكنوا من الظفر بلعب مباراه وديه في الملعب الذي سيلعبون فيه كاس افريقيا، وسيتعودون سيكتشفون الارضيه قبل منافسيهم الثلاثه الذين سيلعبون معهم في نفس المجموعه. لذلك اعتقد بأن هذا استمرار لسلسله سقطات الكاف في الاشهر الاخيره. اما من الجانب المنتخب المغربي انا اعتبر ذلك عادي يا خويا، كما يقولوا احنا بالعاميه لعب لعبك. اليوم فوزي لقجع عنده سلطه يطبقها، يفيد منتخب بلاده عن طريق لعب مباراة ودية من أجل التعرف أكثر على أرضية الميدان. ولو أنه كأس إفريقيا لا تعترف لا بأرضية الميدان ولا بأي شيء، كل شيء ممكن الحدوث. منذ آخر تتويج لهم سنة 1979 ولا 78 على ما أظن، في كل مرة يأتون بمنتخب مشكل من نجوم ينشطون في أوروبا، وفي كل مرة يسقطون في أدوار متقدمة. أفضل نتيجة لهم منذ ذلك الحين هو النهائي سنة 2004 بتونس لما خسروا 2-1 مقابل 1 أمام المنتخب التونسي في ملعب رادس. لذلك كأس إفريقيا زي، وكأس العالم زي، وكأس أوروبا زي. كأس العالم وكأس أوروبا شيء مختلف تماما عن كأس إفريقيا. كأس إفريقيا فيها معايير لا توجد لا في كوبا أمريكا ولا في كأس العالم ولا في كأس أوروبا. لذلك النتيجة التاريخية اللي حققها المغرب بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، أعتقد بأنه لو يبني عليها ويغتر عليها أنه نصف نهائي كأس العالم يعني ممكن أنه يجي يلقى المأمورية سهلة في كوت ديفوار، لا أعتقد ذلك. ستكون مأموريته صعبة وصعبة جدا.